الفيديو ده لعشاق الشوكولاتة ولعشاق البراونيز. اللي مش عارف البراونيز ايه، هي كيكة غرقانة شوكولاتة من جوه وطعمها كله شوكولاتة وسهلة جدا وسريعة، وزي ما انتوا شايفين كمان كده ينفع للتقديم لو عندنا مناسبة او اي حاجة. طعمها تحفة وسريعة جدا ومش تقيلة خالص، عشان ما تفتكروش ان هي تكون غرقانة شوكولاتة من جوه دي تقيلة. لا، هي حلوة جدا وطريقة تقديمها كمان شكلها حلو، ولو في اي ضيوف عندنا سهلة وسريعة وشكلها حلو. يلا نشوف مكوناتنا ايه. اول حاجة معانا 200 جرام شوكولاتة خام، اللي هي ما فيهاش سكر، اي نوع شوكولاتة. انا في نوع كده بستخدمه لما اكون مستعجلة، اللي هو دريم شوكولاتة الطبخ. ده 200 جرام يعني علشان ما نقعدش نوزن وكده. الزبدة دي 100 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة، عشان احنا هنسيح الاتنين مع بعض. يا اما نسيحهم على البخار يا اما نسيحهم في الميكرويف. بس لو هنسيح في الميكرويف كل نص دقيقة نطلع ونقلب شوية وندخلها تاني. هي مش تاخد معانا تقريبا دقيقة ونص عبال ما تسيح. وتاني حاجة نعملها نحضر الصينية، بندهنها بالزيت ونحط ورق الزبدة، وهنحط ورق الزبدة في الصينية كلها من كل الجوانب علشان الكيك ما تلزقش معانا. وفي الاخر هنرش بس رشة بسيطة من الزيت كده في الاخر خالص فوق ورق الزبدة، عشان برضو البراونيز ما تلزقش معانا في ورق الزبدة. ويبقى احنا كده جهزنا الصينية، نركنها بقى على جنب ونشوف دلوقتي هنعمل ايه. هنجيب 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة ونحطهم في البولة معانا، نقلبهم تقليبة بس بسيطة كده. وبعد كده هنحط كوباية إلا ربع سكر، السكر الأبيض بتاعنا العادي، وهنحط كمان ربع كوباية سكر بني. اللي ما عندوش سكر بني ممكن يستغنى عنه ويحط بديله سكر أبيض، أو نحط ربع كوباية سكر أبيض ونقلب عليه معلقة عسل أسود ومعلقة فانيليا، ونقلب الخليط ده مع بعضه. ويستحسن ان احنا نضربه بالمضرب، او اللي ما عندوش مضرب ممكن يستخدم الخلاط. خلاص كده احنا اتأكدنا انه خلطنا كل السكر مع البيض. نضيف بقى خليط الشوكولاتة اللي احنا سيحناه في الاول ونقلب كويس قوي. انا بقول لكم فعلا بجد سهلة وسريعة جدا. ودلوقتي هننخل كوباية الا ربع دقيق، ومعيهم تمن كوباية كاكاو خام ومعلقة بيكنج باودر. تمن معلقة كاكاو خام دي يعني تقريبا 3 معالق. ونقلب بقى الخليط ده مع بعضه، وكده الكيك جاهزة عندنا. شفتوا اسهل من كده؟ دي كده البراونيز اللي مليانة شوكولاتة. هنصبها في الصينية اللي احنا جهزناها في الاول، ونكون طبعا مسخنين الفرن من اول ما نبتدي نشتغل، لان هي سريعة زي ما احنا شفنا. هنصب الخليط كده في الصينية وندخل على الفرن على طول درجة حرارة 170. هتاخد بالظبط 25 دقيقة. لما نتأكد ان ندخل فيها الخلة وتطلع نضيفه. هي كده جاهزة عندنا، ونقطعها بالطريقة دي. هي دايما بتتقطع كده المربعات دي. اللي عايز بقى يقدمها عليها بولة ايس كريم كده تبقى تحفة. اللي عاوز يحط عليها شوية مكسرات من فوق تمام. هي كمان لوحدها مش محتاجة اي حاجة، بس زي ما انا قلت لكم في الاول طريقة تقديمها سهلة وحلوة وشكلها حلو وطعمها كمان تحفة. لازم تجربوها وتقولوا لي رأيكم، علشان هي مفيش اسهل ولا احلى من كده. وبالهنا والشفا. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة علشان يجيلكم كل جديد، واللي محتاج اي حاجة اعملها ياريت يكتب لي في الكومنتات. وبالهنا والشفا.